حياة الشعوب حكايات وقصص كتيرة بتأرخ وتوثق للثقافة وللحضارة. النهاردة عندنا قصة سطر بيها الرئيس السادات قصة في تاريخ مصر، درس إداه للعالم، زيارة تدرس. ليه بقى تدرس؟ هنعرف بعد الفاصل. الرئيس السادات لما خد قراره انه يروح اسرائيل كانت مفاجأة كبيرة جدا لكل زعماء اسرائيل بل لزعماء العالم، لدرجة انه لما وصلت الطيارة مطار بن جوريون في تل ابيب، الزعماء نفسهم اللي واقفين في استقباله ومنهم موشا ديان وجولدا مائير وعزرا فايتزمان، الناس دي كلها كانت مش مصدقة ان السادات على أرضها، لدرجة إن هم كانوا خايفين إن لما يتفتح باب الطيارة يطلع كوماندوز مصريين يقتلوا كل الزعماء دول. فعملوا حركة غريبة قوي، سلطوا الكشافات اللي في المطار كلها ناحية الطيارة، يعني ناحية نزول الرئيس السادات. الرئيس السادات كان عنده من الحنكة والخبرة إنه يتعامل مع المواقف دي. أول ما نزل من الطيارة وشاف الموقف ده، لو نلاحظ ودلوقتي ممكن نشوفها، انه عمل حركة بايده كأنه بيحيي، ولكن هو في نفس الوقت كان بيتفادى الإضاءة اللي جاية في وشه. لما نزل الرئيس السادات على أرض مطار تل أبيب والزعماء كانوا بيصافحوه، حصلت المفاجأة. نعرف ايه هي المفاجأة بعد الفاصل. المفاجأة اللي حصلت أول ما الرئيس السادات بدأ يصافح الزعماء، إنه كان بيكلمهم كما لو كان ما فيش أي حرب ما بينهم، لدرجة إن الجنود نفسهم اللي كانوا واقفين في حرس الشرف انتابهم نوع من الدهشة ونوع من الإعجاب. يعني لو الناس بصت على الفيديو واللقطة دي تلاقي إن في نظرة إعجاب للزعيم الراحل أنور السادات. بعد كده لما راح الكنيسة الإسرائيلي وقال الكلمة الشهيرة بتاعته إن إحنا بنبص للأجيال الجديدة ومش عاوزين أجيال الجديدة تقع في حروب وتتعلم من أخطاء الماضي. شوفوا التصفيق المدوي اللي كان في القاعة دي، إن دل على شيء يدل على إن الرئيس السادات كان في الزيارة دي دارس كل المواقف ودارس أبعاد كتير. حصل موقف جميل جدا وطريف الرئيس السادات عمله في نفس اليوم على مأدبة العشاء. إيه هو؟ هنعرف بعد الفاصل.
الرئيس السادات لما تم دعوته على مأدبة العشاء قعد مع الزعيم أنور السادات على نفس الترابيزة رئيسة الوزراء جولدا مائير، موشا ديان، عزرا فايتزمان. فكان السادات بيداعب، وطبعا هو يعني المداعبة بتاعته مقصودة. قال لجولدا مائير يعني بعض الكلمات كان بيفكرها بالخطابات بتاعتها، فقالت له انت نفسك قلت عليا السيدة العجوز. فضحك السادات. طبعا هو هنا الضحكة بتاعته كانت انتصارين، انتصار ان هو ارغمها او خلاها هي اللي تقول عن نفسها السيدة العجوز وهو ما قالش حاجة، ولكن الانتصار الاكبر ان هو الزيارة نجحت، وان هو اداهم درس في كيفية تطبيق الخداع الاستراتيجي. Let us decide one thing. It must go on face to face between us and between you, so that even an old lady like I am will live to see the day. I've always said You always call me an old lady, Mr. President. she's not as old as that. We will live to see the day. Whoever signs on the part of Israel, I want to live to see that day of peace between you and us, of peace between all our neighbors and us. And Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter. And thank you for your present that you have given me. طبعا دي حقبة ويعني موقف جميل عدى على مصر ما نقدرش ان احنا نغفله، ولا الاجيال الجايه والاجيال الموجوده تغفله. ونرجع ان شاء الله نتكلم تاني في حكايه اخرى من حكايات من زمن فات.